صباح الخير، صباحكم رياضي جميل. ويلا نشرب القهوة زي كل يوم كالعادة. معكم دكتور فتح الله الشورى في حلقة جديدة من بودكاست استباحة رياضية. موضوعنا النهاردة مهم جدا لكل ناشئ وكل مدرب بيسعى انه يطور اداء لاعبيه، وبالاخص لو كنا بنتكلم عن الكرة المصرية. الكرة المصرية فيها مواهب كتير، لكن يا ترى ليه الاداء احيانا بيكون اقل من المتوقع؟ النهارده هنستند لدراسة مهمة عملها الأستاذ الدكتور مفتي إبراهيم رحمة الله عليه، ونشرها في كتابه المكتبة الثقافية في كرة القدم. الدراسة دي ركزت على عيوب أداء اللاعبين المصريين في المباريات والتدريبات، بمقارنة بسيطة بينهم وبين اللاعبين العالميين اللي شاركوا في تصفيات كأس العالم. احنا كمان عملنا منتدى كأس العالم للأندية لما النادي الأهلي لاعب ريال مدريد، وحللنا المباريات وشفنا ايه الفرق ما بين اللاعب المصري واللاعب العالمي. يلا معانا عشان نبدأ حلقة النهاردة. عيوب الأداء في المباريات. نبدأ بأهم العيوب اللي ظهرت خلال المباريات الرسمية. أهم عيوب أداء اللاعب المصري خلال المباريات الرسمية: نقص كتير في المسافات اللي بيجب أن يقطعها اللاعب جريا وعدوا. جري سريع جدا في المباراة الواحدة، حيث وجد أن مجموع مسافات العدو اللي هو الجري السريع للاعب المصري خلال التعامل مع الكرة هو 480 ياردة في المتوسط، بينما نظيره العالمي يعدو مسافة قدرها 830 ياردة في المتوسط، ويمكن ملاحظة الفارق الكبير بسهولة. بطء في الحركة خلال التصرف في الكرة. المغالاة في التعامل مع الكرة، وهنا هنوضح إن اللاعب العالمي بيستغرق خلال لمسه للكرة زمنا قدره 22 ثانية في المتوسط، بينما اللاعب المصري بيستغرق زمنا أكبر متوسطه 29 ثانية، وهذا ما يعني أن اللاعب المصري يلامس الكرة لزمن أقصر من المعدل المطلوب مقارنة باللاعب العالمي، وهو ما يعكس كثرة تعامله بالكرة. المغالاة في الاحتفاظ بالكرة. وقد وجد أن اللاعب المصري يحتفظ بالكرة تحت سيطرته لزمن قدره دقيقة و58 ثانية في المتوسط، بينما اللاعب العالمي بيحتفظ بالكرة لزمن قدره دقيقة واحدة في المتوسط، مما يدل على أن اللاعب المصري يحتفظ بالكرة أكثر مما يجب قبل أن يتصرف فيها، وبالتالي اتخاذ القرار بيبقى فيه بطء. البطء في العودة إلى الدفاع إذا ما فقد فريقه الكرة. تكرار المشهد ده بيخلي المنافس ياخد فرصة لبناء هجماته بكل أريحية. زيادة معدل زمن بناء وتطوير وإنهاء الهجمة. بنبدأ هجمتنا بوقت طويل وبنطورها وبننهيها برضه في وقت طويل، مما يؤدي إلى عودة لاعبي الفريق المنافس لبناء دفاعهم، ويرجع السبب الأساسي في ذلك إلى كثرة إرجاع الكرة للخلف دون داعي، ومن ثم ضياع نسبة كبيرة من فرص تطوير وإنهاء الهجمة. التأخير في اتخاذ قرار التصرف في الكرة. ده عيب واضح في سرعة التصرف وحسن اتخاذ القرار. كثرة الاعتراض على قرارات الحكام. الاعتراضات دي بتشتت تركيز الفريق وبتسحب اللاعبين من أجواء المباراة. نقص واضح في اللياقة البدنية. بالرغم من إننا دلوقتي عندنا مخططين أحمال وعندنا أجهزة وعندنا، إلا إن في نقص واضح ما بين اللاعب المصري واللاعب العالمي والفرق المصرية والفرق العالمية، وشفنا الكلام ده في المباريات وحللناه تحليل كافي من علماء أجلاء من مصر والجزائر، ومنهم الأستاذ الدكتور خالد صيام من كلية التربية الرياضية بنها، والدكتور سعد الشيخلي من العراق من كلية التربية الرياضية بغداد، والدكتور حميسي عبد النور من الجزائر، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. نقص واضح في اللياقة البدنية كما قلنا، وضعف المساندة الدفاعية. أهم عيوب أداء اللاعب المصري التي تظهر خلال التدريب: إهمال ارتداء الملابس الصحية المناسبة للتدريب والطقس.
لبس مش مناسب للطقس بيأثر على أداء اللاعب وراحته. 2. التراخي في تنفيذ تمارين الإحماء. التمارينات دي أساسية لتجهيز الجسم، ودي إهمال، وأي إهمال فيها بيعرض اللاعب للإصابات. يبقى التراخي في تنفيذ تمرينات الإحماء، التمرينات دي أساسية لتجهيز الجسم، وأي إهمال فيها بيعرض اللاعب للإصابات. نقص في معدلات السرعة المطلوبة لتنفيذ التمرينات التي يطلبها المدرب، مما لا يحقق نسبة كبيرة من أهدافها. السرعة في تنفيذ المطلوب بتفرق في تحقيق أهداف التدريب. ضعف التركيز الذهني خلال الشرح. أما المدرب بيشرح بيبقى كتير بيهمله شرح المدرب، وده بينعكس على التنفيذ. معاتبة الزملاء وكثرة التوجيهات. كثرة الكلام وتوجيه الزملاء أثناء التدريب بيشتت الانتباه وبيأثر سلبيا على جو الفريق. يبقى إذا معاتبة الزملاء وكثرة توجيههم بعضهم لبعض مما يعمل على تشتيت الانتباه خلال التدريب وإصابة بعضهم بالانفعال. نقص في متابعة الهجمة بصورة صحيحة. اللاعب مش بيكون مركز في متابعة الكرة بعد ما تتحرك، وده بيسبب مشاكل كتير في التمركز. احنا عايزين نتكلم بقى بصفة عامة على اللي احنا اتكلمنا فيه في الدراسات العلمية اللي قالت ان السرعة في التنفيذ، سرعة اتخاذ القرار، والمغالاة في المحافظة على الكرة تحت سيطرة اللاعب، عشان كده مبقاش فيه قرار سريع، فبالتالي عندنا بطء في حاجات كتير. فلازم اللاعب ياخد باله من ده، والمدرب ياخد باله من حاجات كتير جدا جدا جدا. على المدرب ان هو اثناء التمرين يخلي اللعيبه تبقى مركزه كلها، يخلي التدريب فيه تفاعل، يخلي التمرين ان اللعيبه فاهمه السياسه العامه بتاعه التدريب، وفاهمه فلسفه المدرب، وفاهمه طريقه اللعب، وفاهمه ان هو بيشتغل ازاي. لازم يكون عندنا فكر، لازم يكون عندنا نموذج لعب، لازم يكون عندنا تطوير فكري للاعب، لازم يكون عندنا تمرينات، لازم نفهم في الأحمال، لازم نفهم في كل شيء عشان نبقى عندنا لعيبة توصل للي وصل له لعيبة كتير زي محمد صلاح وغيره وغيره وغيره. الدراسات دي فسرت لينا أسباب واضحة لانخفاض مستوى الأداء رغم إن الإمكانيات البشرية والمادية موجودة. الحل هنا في إننا نبدأ بدراسة تشخيصية دقيقة للأداء، ونركز في التدريبات على تحسين النقاط خطوة بخطوة. يا ناشئين ويا مدربين، خدوا بالكم من العيوب دي وتفادوها في التمارين والمباريات. كرة القدم لعبة سرعة وتركيز وتعاون، وأي تهاون في العوامل دي هينعكس على النتيجة. لازم نغير من أسلوبنا، لازم نغير من أدائنا، لازم نفكر بشكل غير تقليدي، لازم نكون مبتكرين، لازم نكون مبدعين، لازم نعرف إيه الصح، لازم نعرف إيه المثالية. عندنا إمكانيات بشرية كتير، عندنا لعيبة موهوبين كتير، لكن عايزين توجيه، عايزين يفهموا، عايزين يتعودوا، عايزين يغيروا عاداتهم، عايزين يغيروا عاداتهم إن هم يبقوا مركزين، يعرفوا إيه الصح، يعرفوا أنواع الأكل اللي هياكلوها، التغذية الصحيحة، يعرفوا العادات الصحية، ينام بدري ويصحى بدري. كل ده هيأثر عليه في التمرين. لو اللعيب عرف كل شيء هيعرف، لو عرف عيوب الأداء الكروي اللي اتكلمنا فيها النهاردة هياخد باله منها. المدرب لازم يبقى عارفها عشان يضع تمرينات ان هو يتلافاها. كتير من المدربين كويسين جدا عندهم امكانيات بشرية، لكن ما بيفكرش ان هو يحل المشاكل الصغيرة اللي هتخليه لاعب موهوب. لازم المدرب يفكر بشكل تاني، بشكل جديد، عشان يبدأ يضع في التدريب محتويات فنية جديدة تساعد اللاعبين ان هم يغيروا من عيوبهم ويبقوا لعيبة عالميين، يغيروا من عيوبهم ويبقوا لعيبة عالميين. عندنا لعيبة كتير وممكن توصل للعالمية زي محمد صلاح وغيره وغيره وغيره. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من استباحة رياضية. ما تنسوش تشاركونا آرائكم وأفكاركم على منصاتنا. نشوفكم في حلقة جديدة، وكالعادة خلي قهوتكم معاكم. استباحة رياضية، معلومة علمية ببساطة يومية. نشوفكم على خير.